بخصوص الساعة الإضافية اليوم رجعت لوضعها الطبيعي. ما عرفتش من نفعات حكومة، واش بن كيران، واش حكومة العثماني، واش حكومة اللي قبل، ما عقلتش شكون السبب، ولكن نقول لكم لا سماح اللي خدا هذا القرار يعني تكرفص على الشعب المغربي مهما كانت نتائج هذه الساعة، مهما كان أثرها الاقتصادي على الدولة ولا السياحة ولا الشيء ضررها أكثر من النفع ديالها. الشيء انا نقول لكم واحد الفكره بوجهه نظري المتواضعه، الشيء واخا تكون عندها سوايع اقتصاد والفلوس، الشيء باش تعطيني الشعب معصب، باش تعطيني الشعب منيرفي. انا كنعتبر واحده من الاسباب اللي وترت العلاقات الاجتماعيه والمهنيه وخلقت العنف وعزت واحد المشاعر الكراهيه. ما لاحظتوش التوتر في المغرب من الاسباب ديالو الساعه بنادم ما نعش مزيان مستريسي، كيسهر الاطفال، الطفل الصغير كيمشي بالليل وربما عندها اثار حتى في العلاقه ديال بنادم شحال يعيش، وامراض اللي ما كينعش بزاف كتظهر امراض ممكن تخربق الانسان. شوف هذا اثاره اكثر من الفوائد ديالو. السبب ديال العنف من بين الاسباب ديال العنف هو هذه الساعه الاضافيه كيتخربق. راه النعاس عنده واحد الوظيفه بيولوجيه ماشي غير مهمه، اكثر من مهمه في البناء النفسي والعقلي ديال بنادم. الشيء الانسان يقدر ينقص من الماكله ينقص، ولكن الا نعستي القدر ديالك المطلوب غتكون عقلك بخير كل شيء مزيان. هذا تعدي واعتداء على الشعب المغربي، وبدايه ديال التغول والاعتداء على المغاربه بدات في هذا النهار. المغاربه قبلوا هذه الساعه الاضافيه تما قالوا صافي هادو سوقهم خاوي، تما بدات العمليه ديال الترويض والعمليه ديال القرارات التعسفيه والعمليه ديال الخرق ديال الحقوق وهلم جر. هذه الساعه الاضافيه ما عندنا باش غنصوروا. انا شوف اليوم كلشي صباح ناشط، بنادم شبعان النعاس، الدراري اللي شبعان النعاس، الوليدات تصور كاين وليدات كيقدروا يمشيو بوحدهم المدرسه، تصور انت في الظلمه تقدر تخرج، انت عندك خدمه اخرى وحدك المدرسه، واحد الاضرار ما بعد. وكتلقى دوك اللي حطوا لنا هاد السوايع راهم ناعسين مع راسهم كاع ما كيفيقوا، ما عندهمش مشكل هما كاع، ولكن يعذبوا الشعب يعني المغربي. ما بغيتش نزيد نطول في هذا الموضوع. جوج واحد مناوشه ولا ما عرفتش نسميها ما بين واحد رئيس حكومه سابق وما بين واحد نقول عليه زميل صحفي كما كان الحال، زميل وصحفي. هذاك رئيس الحكومه رمى شي اشاره للمح بان ذاك السيد كيمولو اخنوش. الاخر ذاك السيد الاخر داير فيديو كيجاوبو ما خلاش قال له. انا ما ندخلش بيناتهم وما كيعرفوا بعضياتهم، خصنا نكونوا كينتميو لنفس المدرسه الفكريه والسياسيه والايديولوجيه، ولكن اللي كيهمني انا حيت مساله عندي ماشي شخصيه، ما غنسمي لكمش مغاربه، ما كيهمش شكون هو الشخص، خذوا الافكار اللي غنناقش من داخل الشخص كتهمكم نتوما كشعب مغربي. فاش كتهمكم؟ هذاك السيد قال واحد 3 د الافكار مهمه بزاف. الاولى قال لك انا عندي 150 شراكه، 150 شراكه مع 150 يعني شراكه دايرها مع بينهم اخنوش. انا يا ربي يعطيه شي 1000 شراكه، 5000 10000 شراكه، ماشي تما المشكله. ولكن فين ولات بقيت كنشوف عاد فهمت شي حوايج. دخلت لذاك الموقع كتبت حميد المهداوي، اسمحوا لي التعبير، وحنا عندنا مبدا التضامن في الصحافه. مبدا قلت حميد المهداوي، لقيته كتب خبر واحد من خرج من الحبس، شنو هو؟ محكمه الاستئناف تؤيده. تصور ديك الخروقات اللي بينت انا ديال النيابه العامه والخروقات اللي وزيرو 5 الشكايات الممتاز والو. ها 150 شراكه في كتولي اثر على حريه التعبير وحريه الصحافه. ها خطورتها فين؟ مشيت كنقلب على الصفقات ديال الاخنوش وكذا كاع ديك الصفقات والو. ولقيت فوقاش كان كيكتب على المهداوي ملي كنت في الحبس قبل ما يدير 150 شركه، غير دارت 150 شراكه. دابا المشكل اخوتي المغاربه والله ما كنحسدوا شي واحد ولا كنبغيو نشخصنا، والله ما تما المشكل ما هو اثر العقود والشراكات على الخطوط ديال التحرير وعلى الاستقلاليه. ها انت عندك 150 شراكه، واش قضيه حريه التعبير واخا يكون عدوك صحفي عدوك واحد يبرد له تجاوزات وقانون جنائي وما تكتبش خبر، شكون اللي مكبلك؟ الفلوس. ها خطوره الفلوس على العمل الصحفي. علاش المحامون معركتهم نجحت؟ على الصحفيين ما عمرهم يتجمعوا مشدودين بالسريفه بالفلوس. هنا 150 شراكه بغيت كنشوف. ثانيا نقطه اخرى، الدوله كتعطي الاجور للصحفيين، وانا سمعت هذا السيد عنده 8 المليون، صحيح ولا مش صحيح والله ما نقدر ناكدها، ولكن وكاين واحد اخر عنده 10 في شي موقع اخر، واخوه عنده 10، والله ما كنحسد،
ولكن واش معقوله دوله فيها 123 تنميه البشريه وواحد الدوله فيها الفساد شحال واصل، وواحد الدوله اللي خسر الفلوس في الفيضانات وخسر فلوس في الزلزال وخسر، ونبقاو حنا نناقشوا الحريه وتلقى واحد تياخذ 8 المليون ولا 10. علاش ما نكشفوش على هذا الدعم اللي كتعطي وزاره الاتصال هذه الاجور؟ الا كانت عندك 150 شراكه وعلاش تحط يدك على المال العام 8 المليون ولا 10 ولا 6 شحال هي الله اعلم؟ واش معقول تصور 150 شراكه زيد العائدات ديال اليوتيوب زيد العائدات ديال الفيسبوك وزيد الدعم ديال بن سعيد؟ ماشي تما المشكل. وعلى الاقل كتهضر على حريه التعبير، الصحافه كاين تراجعات، ما كاين والو، كاينه بعض الخبيرات عا باش كتلف الضربه، ولكن ما يتعلق بالتجاوزات، قانون المسطره الجنائيه، ما يتعلق ببعض الاحكام اللي كتكون، بعض القضايا العادله، الاحكام الناس موجودين في الحبس، كاين معتقلين، كاين نشطاء الريف بحال دابا، كاين زيان، كاين واخا نختلفوا، راه ها الخطوره. حنا ماشي ضد، انا خدت 300، ولكن انا كمغربي كنقول لي 150 شراكه، انا نكتب لك شنو المواضيع اللي كتناول، شحال حصه اخنوش، شحال حصه وهبي، وحتى وهبي ملي بغى يدير بيا شكايه كنلقاه عند هذا الموقع منين جاتو المعلومه، اذا كيتواصل مع وهبي تما. وانا شحال هذه كنشوف الاخبار كتخرج، واي خبر فيه لفائدتك ولا الظلم واخا انت حلقه اضعف بمعنى وسط هذا التغول الحكومي، علاش ما كيكتبش عليك؟ لان الفلوس. ها 150 شراكه فين خطورت؟ جوج، علاش جالس منوض الحيحه على الوزاره عطيونا الاجور كاين 150 شراكه والاجور، وهذيك الاجور نمشيو نعاونوا بها المناطق الهشه. ثالثا، اذا ما قالته مراسم بالحدود بان اخنوش شاري الصحافه صحيحه، هو وخر السيد كياكدها. رابعا قال واحد الهضره جاتني غريبه، قال له انا اسلامي وعوقبت لانني اسلامي، وهذه فكره خطيره جدا، ان الاشهار في المغرب يدار على ضوء علاقاتك الايديولوجيه. وشنو هذا الشيء؟ يا اول مره كنسمع كيفاش علاه مال الاسلامي ما يشدش الاشهار والليبرالي يشدوا واليساري يشدوا، ولا تكون كونك انت اسلامي المؤسسات البنكيه والتجاريه دايره خط احمر على كل ما، ودايره خطر هذه الفكره في دوله اسلاميه، والاسلام دين الدوله والجوامع عامرا هما اللي يجيو للاشهار الا الاسلامي عليه الفيتو. واخا حنا عندنا موقف من بعض ممارسات ديال الحركات الاسلاميه ولا، ولكن باش تولي هذه الفكره وعلاش اخنوش منع على توفيق بوعشريني الاشهار فقط لانه انتقدوا؟ اذا انت ما كتنتقدوش، وماشي تتم المشكل ديال 10,000 شراكه والاجور ديال. علاش كتقيد؟ علاش المال العام؟ علاش الدوله كتدعم؟ علاش مادام كاين 150 شراكه واليوتيوب وجالسين حنا محاطنا في العماريه اليوتيوب والناس كتضرب 150 شراكه ما داير فيه حتى واحد. شوف 150 شراكه واخنوش واليوتيوب والفيسبوك وبن سعيد والبوزديني والكاتب العام والفلوس والاشهارات والسير يعني كاين لا عداله في هذا الشيء هذا. نتمنى تاخذ الله يا سيدي ما في شخصنا ولا كان بقيت غير كنشوف. وعلاش سميتك صحافي وانت ما كتدعمش حريه التعبير وحريه الصحافه؟ وها خطوره الفلوس المغاربه. الفلوس هي اخطر حاجه. هو ماشي كيفاش شي فلوس خطر على الصحافه، كيفاش غتنتقد انت اخنوش وانت كيعطيك فلوس كيعطيك الاشارات؟ وحنا الحمد لله شوف عرفتي 150 شراكه كيمشيو للدوزيام كيعيطوا لهم الاعلام باش شوف اللي كيكون عنده الشراكات كيكونوا حتى الابواب الاعلام العمومي مفتوح له، مؤسسات الفقيه مع سميتو داك الفقيه كلشي، حيت هي راه حلقه واحده. اللي يرضى عليك في الفلوس عارف يفتح لك البيبان ديال الاعلام، يفتح لك البيبان ديال الوزارات والتليفون، هو كل السواد كيتشحوا لك في دقه في هذه البلاد.